الأداة بقى اللي أنا هاكلمك عنها النهاردة هي أداة مهمة جدًا، جدًا، جدًا للأشخاص اللي هم دايمًا في اجتماعات طول اليوم، وهو في البيت وهو برّه البيت، أو هو في أي مكان قاعد في كافيه أو إلى آخره. الناس اللي بتشتغل من المنزل أو بتشتغل يعني work from home. الأداة دي expression camera فكرتها أكتر من رائعة. كل الفكرة إن هي بتغيّر كل شيء، يعني بتقدر تغيّر ملابسك، تقدر تغيّر ملامح وجهك، تقدر تغيّر الخلفيات الbackgrounds. بتغيّر لك كل شيء كإنّك في meeting احترافي أو في فيديو تاني خالص. كمان تقدر إن أنت تعمل أفاتار، سواء الأفاتار ده خاص بيك أو بشخصيتك أو حتى بشخصيات أخرى، والأفاتار ده هو اللي يقدر يدخل الmeetings وهو اللي يقدر يعني يسجل الفيديوز أو يخش الاجتماعات دي بشكل أو بآخر، زائد مؤثرات تانية كتيرة وإمكانيات تانية كتيرة. بصراحة هو فكرة أكثر من رائعة، خصوصا زي ما بقول لحضراتكم لو انتوا من الناس اللي بتدخل اجتماعات كتير أوي 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 أوي، أو من الناس اللي بتبقى عايزة مثلا تعمل كورسات أو تعمل فيديوز. وطبعا انت مش كل شوية هتقوم بقى تغير اوتفيت وتغير باك جراوند وتعمل حاجات كتير قوي علشان تعمل ده. فبسهولة قوي باكسبريشن كاميرا بتغير لبسك، وبتغير مكانك، وبتغير باك جراوند، وبتغير حتى ملامح وشك وطريقة تعبيرك. تقدر كمان زي ما قلت تعمل افاتار خاص بيك، وهو اللي يتكلم وهو اللي يأدي في الفيديوهات او في الاجتماعات او ما الى اخره. اللي عايز يسألني على أي سؤال طبعا في اكسبريشن كاميرا أنا جربته شخصيا، هو حاجة أكثر من رائعة. وفي نفس الوقت لو عايزين أي أداة أخرى تسألوا عنها أو نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية اكتبوا لي في الكومنتس. وبالتوفيق للجميع وأشوفكم دايما على خير.